يا صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ عنوان حلقتنا النهارده بتقول: محتارة اخد انهي عريس، دبلوم التجارة ولا المهندس؟ احد متابعين القناة بعتت لنا المشكلة بتاعتها وحابة تعرف رأينا وكمان رأيكم في الكومنتات. ندخل على طول في القصة بتاعتها. هي بتقول: دلوقتي يا جماعة انا متقدم لي عريسين ومش عارفة اخد قرار، وياريت تساعدوني ومحدش يقول لي ان انا ارفض الاتنين، لان انا عندي ظروف عائلية صعبة، وانسب حل ليا هي اني اتجوز. مع العلم انا مؤهل عالي وكمان ساكنة في قرية من الارياف وعندي 28 سنة. العريس الاول عنده 30 سنة وهو دبلوم تجارة وبيسافر الامارات ومن قرية، بس مش هياخدني معاه السفر. انا هفضل مع اهله وشقته في بيت عيلة، يعني هي هتسكن في بيت العيلة مع اهله وهو هيسافر ويسيبها. بالنسبة لي الشخص دوت بتقول ان هو محترم واهله كويسين وماديا هو كويس وكمان شكله كويس. العريس التاني عنده 39 سنة، مهندس من مدينة مش من الأرياف زيها، وشغله ثابت وكمان شقته لوحده، مستقلة بعيد عن أهله، وهو محترم وأهله محترمين. ماديا واجتماعيا وأخلاقيا ممتاز وشكله برضو كويس. أني واحد فيهم ممكن أديله فرصة؟ وياريت محدش يا جماعة يتريق عليا، لأن أنا تعبانة نفسيا وصليت استخارة ومفيش أي حاجة ظهرالي. وياريت كمان كلكم تدعولي ان ربنا يوفقني للاختيار السليم. هقول لك رايي. انا اتوقع ان كل الناس لما تسمع القصه دي هيقولوا لك اختاري المهندس اللي هو عنده 39 سنه، لان دوت فيه مميزات كتير قوي. اولا حته ان هو شقته مش في بيت عيله، دي ميزه كبيره جدا لوحدها، لان معروف ان الجواز في بيت العيله بيعمل مشاكل كتير مع الوقت. كمان حته ان فرق السن ما بينكم مش كبير، انت 28 وهو 39، ففرق السن ما بينكم برده مش كبير. وعادي ممكن تكونوا متفاهمين. بس انا برضو بميل لرأي تاني، ان انت تقعدي مع العريسين وتتكلمي معاهم هما الاتنين وتشوفي انت مرتاحة لأني واحد فيهم اكتر. يعني حاولي زي ما بيقولوا كده ايه، في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام: استفتي قلبك وان افتوك الناس. ويا رب ما اكونش غلطت في الحديث وقلته صح. الحديث فيما معناه انت شوفي قلبك بيوجهك لمين اكتر واحد فيهم، وبرضه فكري في الجوازة دي بعقلك. وانا من قلبي بقول لك يا رب ربنا يسعدك ويوفقك وتختاري الزوج المناسب ليكي، وربنا يبعت لك ان شاء الله ايام حلوة كتير. واستنونا الحلقة الجاية في قصة جديدة. السلام عليكم.